السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا التحديث الجديد لبرنامج الأذن الإسلامي. طبعا احنا وعدناكم إن أي برنامج قوي وبرنامج فعال هنبدأ نعمل عليه شرح على القناة، والفترة اللي جاية هنعمل شروحات كتير جدا. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الإشعارات علشان يوصلكم أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة هنتكلم عن التحديث الجديد لبرنامج الأذن الإسلامي. وطبعا هنتكلم بشرح عملي، أو هنشرح النهاردة، أو الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون شرح عملي علشان الناس تقدر تستفيد بشكل كبير جدا من برنامج الأذن الإسلامي. مبدئيا البرنامج بيكون ملف مضغوط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وطبعا عليه كلمة سر. كلمة السر اللي موجودة على البرنامج زي ما حضراتكم شايفين دي بتكون مع الناس اللي فعلت البرنامج بس. يعني مفيش حد يكتب في التعليقات يقول كلمة السر بتاعت فك الضغط ايه. كلمة سر فك الضغط خاصة بالناس اللي اشترت التفعيل. وطبعا مش هننسى نقول لكم ان تفعيل برنامج الأذن الإسلامي بسعر او بتكلفة جهازين 3، فالموضوع سهل جدا، وكمان البرنامج مجاني مدى الحياة. فمفيش حجة ان احنا نقول البرنامج مدفوع لا غالي، الكلام ده كله مفروغ منه لانه تكلفة جهازين فقط. اللي يقول مش قادر اشتري البرنامج او اي برنامج تاني، فده معناه ان انت بتعمل للزبون التليفون ببلاش، ما ملاش حل تاني. يعني الناس اللي بتجيلك المحل او بتجيلك على بيتك او بتعمل لها الاجهزة بتاعتها، معناها ان انت بتعمل الجهاز ليه وتديله من غير فلوس. فانك تجيب حق جهازين او 3 وتشتري برنامج مدفوع قوي، فالموضوع سهل جدا. خلونا نكمل موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا اتكلمنا ان كلمة السر خاصة بالناس اللي فعلت البرنامج. تمام، دي اول نقطة معانا. اول حاجة بنبدأ نفك الضغط عن برنامج الأذن الإسلامي، بيخرج لنا الفولدر بالشكل ده. طيب بنلاقي فيه ايه الفولدر ده؟ بنلاقي فيه برنامج الأذن الإسلامي نفسه، وبعد كده بنلاقي الام تي كي برو اللي فيها كل اصدارات او كل العمليات الخاصة بالام تي كي. طيب الناس اللي لسه ما حدثتش او لسه جايه تحدث، سواء فيرجن 18 او فيرجن 19 او 20 او اي تحديث هيجي بعد كده، ايه اللي المفروض تعمله علشان الموضوع يشتغل بصوره طبيعيه وبدون اي مشاكل؟ مبدئيا هنيجي على الابديت اللي بينزل وباخده بالفولدر بتاعه كامل. ما ينفعش اخد اللينك التثبيت بس، باخده بره كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لو دخلنا هنا كده هنلاقي ان الملفات موجوده في مكان وملف التثبيت في مكان. طيب هستفيد ايه من النقطه دي؟ هستفيد ان انا لو خدت برنامج التثبيت بره كده وجيت اثبت، مش هيثبت معايا لانه بعيد عن الحزمه اللي هيثبت من خلالها التحديث الجديد. فلازم يكون كلهم مع بعض كده والبرنامج زي ما حضراتكم شايفين. طيب هنعمل ايه؟ هنبدا نفتح ملف التثبيت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنلاحظ هنا انه بيبحث على الأذن الإسلامي وبيتاكد ان الاي دي اللي عليه مسجل، وبعد كده يبدا يتصل بالسيرفر ويبدا يثبت لك الابديت الجديد بطريقه سهله جدا زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي هو بيقوم بعمليه تحديث برنامج الأذن الإسلامي، او خاصه تحديث واجهه الام تي كي برو اللي عليها طبعا كل العمليات اللي بتقدر تشتغل بيها كل الاجهزه. زي ما حضراتكم شايفين خلال ثواني بسيطه جدا تم الانتهاء من تنصيب البرنامج بنجاح. هنقفل كل الكلام ده ونبدأ نروح لبرنامج الأذن الإسلامي. وكمان لازم نعرف ان الأذن الإسلامي مش لازم تفتحه كمسؤول، لو فتحته عادي مش هيقولك لا، وهيشتغل معاك بصورة طبيعية وبدون اي مشاكل. فطبعا احنا الفترة اللي جاية هنبدأ نقدم شروحات كتير جدا سواء على الأذن الإسلامي او اي برنامج قوي بيخدم الناس. فانا بعتبر ان برنامج الأذن الإسلامي برنامج مجاني مش مدفوع، لان سعره رخيص جدا. سعر البرنامج 22 دولار زي ما حضراتكم شايفين. تقدر تكلم اخونا علي من هنا او جميع الوكلاء الخاصين بيه في جميع الدول العربية او الاجنبية. هنبدأ نستنى لحظات لما يفتح معانا برنامج الأذن الإسلامي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعدها هنروح لقائمة الام تي كي برو. طيب في ناس لغاية دلوقتي ما تعرفش ان البرنامج داعم لجميع المعالجات، سواء اس بي دي، سواء كيرن، سواء كوالكوم. طيب قائمة ام تي كي برو دي فيها كل العمليات. هنضغط عليها كده مع بعض، هناخد فكرة سريعة ونبدأ نجرب جهاز في التحديث الجديد.
مع بعض بشكل عملي علشان الناس تقدر تستفيد منه بشكل كبير جدا. زي ما حضراتكم شايفين بتبدأ تفتح معانا واجهة الام تي كي برو فيرجن 18 بالشكل ده. طبعا كل الاضافات موجوده وفي امكانيات كتير جدا، يعني الاودن الاسلامي احنا قدمنا عليه اكتر من حوالي 10 او 15 شرح قبل كده، لكن ما تقدرش تشرح برنامج الاودن الاسلامي في فيديو واحد لان الموضوع كبير جدا والمشروع كبير جدا جدا ومجهود جامد جدا من اخونا علي حسان. طيب مبدئيا او النقط اللي احنا المفروض نشتغل بيها او نمشي عليها علشان الموضوع يكون سهل وتقدر تتعامل معاه بطريقه سهله جدا. مبدئيا لو انت مش منزل التعريفات هتلاقي تحت خالص كده الرصه كلها، سواء تعريفات اليو اس بي دي كي، تعريفات اوبو والال اي بي والام تي كي، كل ده عرفه. تمام. لو انت مش خبير قوي في نوع المعالج اللي شغال عندك فالموضوع سهل، نزل كل دول تمام علشان تشتغل بدون اي مشاكل. طيب ايه هي الاضافات الجديده؟ طبعا في اضافات كتير جدا سواء لمعالجات كارن او لمعالجات الزراير. اخونا علي ضاف كل اجهزه الزراير او معظمها، هنقول مثلا 95% من اجهزه الزراير مدعومه على برنامج الاودن الاسلامي، سواء معالج الام تي كي او معالج الاس بي دي. وطبعا حاطط لك هنا خيارين، الخيار ده والخيار ده. لو ضغطنا على اي واحد فيهم هتلاقي الراجل وصف لك الطريقه بالتفصيل عربي وانجليزي علشان الموضوع يكون سهل. قال لك رقم واحد شيل البطاريه، بعد كده وصل البطاريه، بعد كده وصل الكابل، وطبعا هيبدأ يقوم البرنامج معاك بتنفيذ العملية زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب لازم طبعا قبل ما تعمل الكلام ده كله تكون ضاغط على كلمة ستارت وضاغط على النقطة او الخيار او العملية اللي انت عايز تقوم بيها في اي عملية من العمليات دول. تمام. طيب تعالوا مع بعض نروح كده نجيب جهاز عليه كلمة سر من اجهزة الزراير ونبدأ نجرب برنامج الاودن الاسلامي ونشوف هل هيقوم بالعملية بسرعة ولا في اي مشكلة هتواجهنا اثناء ازالة رمز اجهزة الزراير سواء اس بي دي او ام تي كي. يلا بينا على طول نروح على الجزء العملي. هنا زي ما حضراتكم شايفين معانا جهاز نوكيا 105 زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. الجهاز ده طبعا عليه رمز زي ما حضراتكم شايفين. طيب عايزين نشيل الرمز ده بطريقه سهله جدا على برنامج الاودن الاسلامي ونشوف التطورات او طريقه توصيل الجهاز ازاي. اول حاجه طبعا هنبدا نختار العمليه وهي طبعا ازاله الرمز اللي هي موجوده هنا وكاتب لك جنبها الازرار. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنضغط على كلمه ستارت زي ما حضراتكم شايفين، وفي اللحظه دي بنبدا نشيل البطاريه. الراجل قال شيل البطاريه وابدا رجع البطاريه مكانها تاني، وبعد كده وصل كابل اليو اس بي زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب الكابل كده ونبدا نوصل كابل اليو اس بي علشان نجرب مع بعض هل الاودن الاسلامي هيقوم بالعمليه ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين اول ما وصلت الكابل بدا يعد معايا بطريقه سهله جدا وبدون اي مشاكل. هنبدا نشوف البرنامج هيعمل معانا ايه بالظبط. كده الموبايل بدا يعمل اعاده تشغيل من نفسه، وهنا بدا يجيب لي علامه الشحن. هبدا افتح الجهاز بتاعي بطريقه سهله جدا او بالطريقه الطبيعيه مفيش اي مشاكل، ونبدا نكمل الخطوات مع بعض. لو لاحظنا هنا تم عمل ضبط مصنع للجهاز، وبدا هنا يختار او يخيرني ان انا اختار اللغه. هبدا اختار اللغه المناسبه ليا. طبعا هو البرنامج قام بالمهمه بضغطه واحده وبطريقه سهله جدا، وطبعا بنقول الف شكر لاخونا علي حساني على المجهود القوي جدا جدا اللي بقدمه بشكل مستمر، وبجد برنامج محترم جدا جدا. فطبعا ده ابسط حاجه موجوده في برنامج الاودن الاسلامي، تحديثات بشكل مستمر، برنامج قوي جدا. خلال لحظات بسيطه جدا تم عمل فورمات لاجهزه الزراير، وطبعا داعم معالجات الاس بي دي ومعالجات الام تي كي. طبعا بكده النهارده يكون قدرنا ناخد فكره سريعه عن برنامج الاودن الاسلامي، وطبعا هسيب لكم كل التفاصيل الخاصه بالتواصل مع اخونا علي حساني لو حد حابب يفعل البرنامج بطريقه سهله جدا. وطبعا بكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم اي جديد بنعمله على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.